شفنا في الموسم الأول إن المتحولين حرروا أصحابهم من السجن، وأند ولورين عرفوا يستخدموا قوتهم مع بعض، وكانت حرفيا كبيرة جدا. ولورنا خلصت على الدكتور اللي كان بيعمل عليهم تجارب وانضمت لمنظمة فاير مع إيزي، وأقنعوا أند وشوية من الفريق إنهم يروحوا، وقرروا بقى إنهم يعلنوا الحرب على البشر رغم إن ماركوس وباقي الفريق كانوا رافضين ده. فهل يا ترى يقدروا يعملوا ده ولا الفريق بتاعنا ممكن يوقفهم؟ ده اللي هنعرفه في الموسم ده. ولو لسه ما شفتوش الموسم الأول شوفوه، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن عشان تفهموا الأحداث ماشية إزاي، وبعدين تعالوا كملوا الموسم ده. ويلا نكمل حكايتنا. الحكايه بتكمل بقى مع اعضاء المنظمه، واللي بيكونوا مجتمعين كده كلهم عشان يشوفوا حل في اللي بيحصل. ودي ريفا، واللي بتقول لهم احنا مش هنفضل كتير كده، والبشر عمالين يهاجمونا، لازم نبدا الهجوم عليهم فورا لان مش هنعيش طول عمرنا مستخبيين. ان الاوان بقى نظهر للنور واحنا اللي نسيطر على الكوكب ده. بس محدش بيرضى يوافق على الهجوم ده، فبتقول لهم بيكم او من غيركم هيحصل. وبيطلع ان الثلاثه التوأم دول كانوا شغالين معاها اصلا من البدايه، وكل اللي حصل في الموسم اللي فات كان خطه منها، وبتدخلهم وبتستخدم قوتها، وبيبداوا يخلصوا على اعضاء المنظمه واحد ورا التاني وبيقضوا عليهم كلهم. وتاني يوم بقى بنشوف لورين، واللي بيكلمها اخوها اند عشان تيجي تشوفه لانهم ما تقابلوش بقالهم فتره. وفعلا البنت بتروح له وبتسلم عليه وبتقول له كبرت وشكلك اتغير، وبيفضلوا يهزروا مع بعض. فبيمسك ايدها وبيحاول يدمج قوته معاها، وبيقول لها لازم ده يحصل، وهي مش عايزه ده. وهوب فجاه بتصحى من النوم وكل ده كان حلم اصلا. فبيجوا اهلها وبيحاولوا انهم يطمنوا عليها، وبتحكي لهم بقى اللي هي شافته في الحلم، وان اخوها جالها بقى وكده، وبتكون فاكراه مجرد حلم عادي. بس امها بتروح لوحدها كده وبتفضل تفكر، وبتكون قلقانه جدا. فبترن على ماركوس وبتعرفه اللي حصل وانها عايزه منه مساعده لانها عندها احساس ان اند قريب من اخته. وتاني يوم بيقابلها فعلا، وبيروحوا الاتنين لمكان كده، وبيقابلوا واحد وبيطلبوا منه شويه معلومات عن المنظمه وكده. بس بيقلق جدا لان المنظمه دي خطر، اي حد بيقرب منها بيموت. فبترفع عليه الام السلاح وبتهدده انها تخلص عليه، لحد ما بيهديها كده وبيدخل على السيستم وبيديها كل المعلومات اللي هي عايزاها. بس بيقول لها حسبي، المنظمه دي خطر، ونصيحه مني ابعد عنها لان اللي بيقرب منها بيختفي فورا. بس بيسيبوه وبيمشوا من المكان، وبيرجعوا المكان اللي قاعدين فيه. وجون بيتكلم بعد كده مع ريد وبيعرفوا اللي حصل، وانه لازم يجي عشان يشوف مراته لانها اتصابت. بس فجاه كده ريد بيبدا يحصل له حاجه، والقوه اللي في ايده شكلها بتبدا تظهر، وشكلها ما اختفتش ولا حاجه. وبيمشي من المكان وبيروح لمراته وبيفضل يزعق لها على اللي حصل ده، وانها اتصرفت من دماغها وكانت ممكن تموت. بس اثناء ما كلهم قاعدين بيبص ماركوس من الشباك كده، بيشوف ان الكهرباء عماله ترعش، وبيلاقي المدينه كلها نفس النظام. واللي بيحصل ده بسبب ان لورنا دلوقتي بتولد وهي مش عارفه تتحكم في قوتها. وماركوس بيروح لباقي الفريق وبيطلعوا فوق البيت كده، وبيقول لهم دي قوه لورنا انا عارفها، وان ممكن ده يكون بسبب ميعاد ولادتها، وبيكون عايز يشوفها هي واللي ببطنها. وبيركبوا العربيه بقى وبيخلوا جون يستخدم قوته، وبيفضل يتتبع مصدر الطاقه عشان يعرفوا يوصلوا لمكان المنظمه. والمنظمه دي اسمها فاير. وفي اللحظه دي الطاقه بتقطع عن المكان بالكامل والدنيا بتهدى، وبيفقدوا اشاره التتبع. بس بتكون لورنا خلاص ولدت بنت، واللي بيكون شكلها جميل جدا. وتاني يوم بقى بنشوف ريفا واللي جايبه اندي، وبتفضل تدربه عشان يستخدم قوته كويس لانه هينفعها في خططها الجايه. والواد الصراحه بيكون قوته كبيره جدا وبيكون سريع وقوي. بس اثناء ده بيفكر في اخته وبيفتكر الحلم هو كمان، وبيتشتت وبيخبط في حاجز كده وبيقع. فبتوقف ريفا الاختبار وبتتكلم معاه وبتقول له ايه اللي حصل اللي خلاك تتشتت في التدريب. بس ما بيقولهاش اي حاجه. فبترجعه بعد كده الاختبار من تاني، وبيروح بقى وبيفضل يدمر في كل الحاجات اللي حواليه. لكن اثناء ده تاني بيفكر في اخته وبيتشتت وبيقع. فبتجيب ريفا الثلاثه التوأم دول وبتخلوهم يقراوا افكاره، وبيعرفوها انه بيفكر في اخته. فبتوقف التدريب فورا وبتقرر انها تروح تتكلم معاه، ولو كذب عليها هتخلص عليه. وبتساله تاني يتشتت ليه، بس بيقول لها انه محتاج بس يتدرب اكتر وكده. فبتديله ظهرها بقى وبتبدا تستخدم قوتها عشان تموته. بس بيقول لها انه كان بيحلم باخته طول الفتره اللي فاتت، وان ده سبب التشتيت بتاعه. فما بتعملوش حاجه لانها كده اختبرت ولاءه ليها. وبتفضل تتكلم معاه بعد كده عشان تخليه يركز والجو ده، وبتدخله تاني للتدريب. والواد المره دي بيجتاز كل الاختبارات بقوه كبيره، فبتفرح بده جدا وبتفضل تسقف له. اما ريد بقى فبنشوفه اللي بيكون بيعالج متحولين كده، بس اثناء ده بيخرج بره وبيشوف فجاه القوه اللي في ايده بتبدا تظهر وبتتعبه جدا. وشكله قوته دي كبيره لان بنشوفه لما بيلمس اي حاجه بتتلاشى فورا، لكنه مش عارف يتمكن منها. وبالليل بنشوف بعد كده لورنا نايمه وبتسمع صوت عياط بنتها، فبتروح تمشي ورا الصوت وبتشوفها بتلاقيها سخنه جدا وتعبانه. فبيجيبوا لها المنظمه دكتور عشان يكشف عليها، لكن بيصدمهم ان بنتها عندها مرض نادر جدا، وان مفيش اي جهاز هيقدر يعالج بنتهم ولا اي ادويه غير مصدر طاقه كبير جدا، والوحيد اللي عنده الطاقه دي هو ماركوس ابوها. بس ايزي بتقول لهم لا مستحيل ده يحصل، ما ينفعش نطلب مساعده من ماركوس والمتحولين اللي معاه لانهم دلوقتي ضدنا. لكن بتدخل عليهم ريفا وبتوافق على الكلام ده انهم يجيبوا ماركوس يعني. اما ماركوس فبنشوفه قاعد كده وحزين في نفسه، وبيسمع صوت بيفضل ينادى عليه. فبيخرج من المكان اللي هو فيه وبيتتبع الصوت ده لحد ما بيطلع بره وبيلاقي قدامه الثلاثه التوأم. فبيحاول يستخدم قوته عشان يخلص عليهم، بس بيقولوا له يوقف، احنا جايين هنا لان بنتك دلوقتي محتاجه مساعده وانك لازم تيجي معانا. ولما بيعرف كده بيروح معاهم فورا لانه عايز يشوفها ويطمن عليها. وبيركبوا العربيه وبيحطوا عليه حاجه كده تغمي عينه عشان
عشان ما يعرفش هما مستخبيين فين، لحد ما بيوصلوا بعد كده للمقر بتاعهم. وبيدخل بقى وبيبص وبيشوف لورنا قدامه، فبيحاول يتكلم معاها عشان ترجع لفريقه، بس بتقول له ان بنتهم دلوقتي عايزه علاج ولازم يشوفها. والاول مره كده بيشوف بنته وهو متاثر، وبيستخدم قوته عليها وبيديها جزء من الطاقه بتاعته. وفي اللحظه دي الدكتور بياخدها ويكشف عليها تاني، وبيلاقي البنت اتعالجت بشكل كامل والمرض اللي فيها راح. وماركوس بيرفض انه يمشي من غير لورنا وبنته، فبيجوا الثلاثه التوأم دول وبيسيطروا عليه بقوتهم، وبياخدوه وبيمشوا من المكان وبيطلعوه بره، بس بيقاوم لحد ما بيتمكن من قوته وبيهجم عليهم وبيفضل يضربهم بالطاقه. وبيروح بقى عشان ياخد بنته، بس بتيجي ريفا وبتستخدم عليه قوتها. والبنت الصراحه قوتها بتكون رهيبه جدا، صوتها لوحده بيقدر ان يشيل حركته ويوقعه على الارض. وبتقول لاندي انه ياخده ويرميه بره. تعالوا بقى نروح لجون وكلاريس، واللي بنشوفهم كده نازلين تحت الارض وعمالين يمشوا في نفق معين، لانهم بيدوروا على شخص كده هيقدروا منه يعرفوا معلومات عن المنظمه السريه بتاع فاير ويعرفوا مكانها وكده، لكن ما بيلاقوش اي حد في المكان. وجون اثناء ما هو بيدور كده بيشوف مخبأ سري، فبيقول لها تعالي، وبيدخلوا جوه وبيفضلوا ماشيين في المكان لحد ما بيظهر عليهم ناس مسلحه وبيهددوهم. ولما بيعرفوا هم جايين ليه بياخدوهم للقائد بتاعهم واللي اسمه ارج، لكنه ما بيرضاش يتكلم مع جون وبيقول له يستنى هنا، وبياخد كلاريس وبيدخل جوه المكان وبيفضل يفرجها بقى على المكان. وبيكون مدينه كامله تحت الارض مليانه متحولين، وبيقول لها انهم بينقذوا المتحولين وبيجيبوهم هنا عشان ما يتعرضوش لاي اذى. وانا عارف انت جايه ليه، انت عايزه تعرفي مني معلومات عشان توصلي لمكان اصحابكم اللي مع منظمه فاير، صح؟ انا هديك المعلومات اللي انت عايزاها، بس مقابل ده تقولي لي اي معلومات بتحصل فوق الارض، يعني كل الاخبار توصل لي. فبتوافق وبترجع لجوني بعد كده. تعالوا بقى نروح لريد، واللي بيكون راكب عربيته كده وماشي مع بنته، بس اثناء ما هما ماشيين بترن عليه مراته وبتعرفه ان في خزنه اختفت من المكتب بتاعه. فبيفضل يحور وبيقول ان هو اللي اخدها وكده، وهو اصلا دمرها بقوته ومخبي عليهم ان قوته رجعت. بس اثناء ما هو ماشي قوته بتبدا تظهر من تاني وبتدمر دركسيون العربيه، وبيعمل حادثه هو وبنته بتنصدم لما بتشوف قوته رجعت. ولما بيعرفوا ان الشرطه هتيجي دلوقتي بياخد الحاجات اللي في العربيه وبيخلعوا الاثنين فورا من قلب المكان. تعالوا بقى نروح للظابط اللي كان في الموسم اللي فات واللي اسمه تايلر، واللي فاكر ان بعد تدمير المبنى اللي المتحولين ماتوا، بس هو ما يعرفش المدعكه اللي هيدخل عليها. اما ريد بقى فبيرجع بعد كده للمخبأ اللي قاعدين فيه وبيكلم مراته وبيعرفها المره دي ان قوته رجعت تاني وانه بيحاول يسيطر عليها بس مش عارف، فبتنصدم من ده جدا. اما كلاريس وجون فبيفضلوا يدوروا بقى في المعلومات اللي اخدوها من ارج، بس ما بيعرفوش برضه يوصلوا للمنظمه. لكن بيدخل عليهم ماركوس واللي بيكون تعبان جدا ومش قادر يتحرك، فبياخدوه عشان يعالجوه. وبيجمعوا بقى كل اصحابهم وبيعرفوهم اللي حصل، وبيعرفهم ماركوس انه راح لمنظمه فاير، وان ايفا الرئيسه بتاعتهم قوتها كبيره جدا، صرخه منها بتشل حركتي، وانها عماله تدرب كل الناس اللي اخدتهم مننا، وشكلهم بيخططوا لمصيبه كبيره ولازم نعرف هم بيفكروا في ايه ونوقفهم قبل ما تحصل كارثه. فبيروح ريد يتكلم مع جون وبيحكي له اللي حصل وعن قوته، فبيقول له ما تقلقش ده امر طبيعي، انت بس عايز تدريب عشان تتحكم فيها وساعتها مش هيحصل مشاكل. وبيسيبه وبيروح مع ماركوس وكلاريس للهاكينج اللي هيساعدهم ده عشان يعرفوا منه معلومات على المنظمه. بس في اللحظه دي حد بيضرب عليهم نار، فبيقتحموا المكان وبيضربوه، واللي بيطلع اخو الهاكينج وبياخدوه وبيمشوا فورا من قلب المكان. اما الظابط تيلر فبنشوفه قاعد في البيت كده وحياته متبهدله خالص بسبب انه اترفد من شغله ومراته كمان سابته لانها عرفت انه كان بيعذب المتحولين وبقى وحيد. وفي اللحظه دي بيكلمه واحد وبيقول له انه عايز يشوفه وانه عارفه كويس، فبيمشي بعد كده من المكان وبيروح عشان يقابله. وفعلا بيقابل الشخص ده واللي بيوري له علامه على ايده، العلامه دي تبع جماعه معينه اسمهم المطهرين اللي عايزين يخلصوا على المتحولين خالص ويريحوا العالم منهم. فبيوافق ينضم ليهم لانه عايز ينتقم لبنته لان واحد من المتحولين موتها. اما جون بقى وماركوس والمجموعه بتاعتنا فبيتكلموا مع الواد ده وبيسالوه اخوه فين، فبيعرفهم ان الثلاثه التوأم دول جم واستخدموا قوتهم عليه، وفجاه لقيته بيقتل نفسه قدامي وبيطلع ان الواد ده عنده نفس قوه اخوه، فبيطلبوا مساعدته عشان يعرفوا معلومات ومكان المنظمه بتاع فاير. بس بيرفض وبيقول لهم اخويا مات بسببكم اصلا عشان ساعدكم، انتوا عايزيني كمان اعمل نفس الموضوع واموت انا كمان؟ لا بالسلامه. بس بتروح بعد كده مرات ريد وبتجيب دواء معين وبتبدا تحقنه بيه، والواد بيبدا يتعذب، فبتقول له عشان اديك جرعه العلاج اللي تريحك لازم تساعدني. فبيفضل بقى يعمل شغله كهاكينج وكده، وبيبصوا على المعلومات اللي اورج اداها لهم وبيلاقوا فيها مستشفى معينه كده المنظمه بتكون مهتميه بيها جدا. فبتقول له طب شوف ايه اللي بيحصل جوه المستشفى دي، فبيدخل بقى على السيستم بتاع المستشفى وبيخترقه. والغريبه انه بيقول لهم ان في متحول زيه هناك عنده نفس القوه وبيخترق السيستم دلوقتي. فبيقرروا الفريق انهم يروحوا للمستشفى دي عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل جوه، وفعلا بيجمعوا نفسهم وبيمشوا من المكان. وكيت وريد بيفضلوا موجودين عشان يراقبوا الكاميرات، واثناء ما هم واقفين بيشوفوا لورنا وايزي واللي داخلين جوه المستشفى، وباقي فريقنا بيقدروا انهم يوصلوا هم كمان. وكلاريس بتفتح بوابه وبتدخل هي وجون، واثناء ما هم ماشيين بقى بيشوفوا لورنا واللي اول ما بتشوفهم بتفتح ابواب كل المساجين اللي محبوسين هنا عشان يطلعوا يعني ويعطلوهم لحد ما تنفذ خطتها. والمتحولين دول بيفضلوا يهجموا على بعض والمكان بيتحول لفوضى حرفيا. ولورين وماركوس بيكونوا واقفين بره وبيشوفوا عربيه المنظمه واللي فيها اندي، فبتحاول لورين بقوتها انها توقفها وبتعطلها. فبينزل اندي وبيقول لها لمصلحتك سيبيني امشي من هنا
هنا، انا مش عايز اذيكي. فبتحاول تفوقه وبتقول له اللي بتعمله ده غلط اصلا وانه يرجع معاهم لاننا محتاجينك، بس بيضربهم بقوته وبيطيرهم الاتنين بعيد. وباين ان التدريبات جابت نتيجه معاه وبيتحكم في قوته بشكل اكبر عكس اخته لسه. وبياخد العربيه بتاع المنظمه وبيخلع فورا من قلب المكان ومهمتهم نجحت وهي كانت خطف واحده كده. اما الفريق بتاعنا بقى فبيرجعوا للعياده اللي قاعدين فيها وبيكون معاهم لورين واللي تعبانه ومعاهم كمان متحول اخدوه من المستشفى. ولما بتفوق لورين بتعرفهم كل اللي حصل وان اخوها اللي هاجمها وانه مرضاش حتى يسمع لها. وجون بيقول لكيتي بعد كده انها لازم تعالج المتحول ده باي طريقه لانه الوحيد اللي هيعرفنا ايه اللي كان بيحصل جوه المستشفى. واللي بيبداوا فعلا يعالجوه وبيحاولوا انهم ينقذوا حياته باي طريقه. وبعد شويه وقت بينجحوا في ده وبيفوق فعلا. فبيحاولوا بقى يتكلموا معاه والواد ده بيكون اسمه مايكل. فبيعرفهم ان لورنا خطفت متحوله كانت محبوسه معاهم اسمها ريبيكا. ريبيكا دي قوتها رهيبه جدا، كل اللي في المكان كانوا بيترعبوا منها حتى الدكاتره وما كانوش عارفين يسيطروا عليها. وعشان كده كانوا مخدرينها دايما وسايبينها نايمه لانها لو استخدمت قوتها كلهم هيبقوا في هلاك. وبيعرفهم على اسم دكتوره معينه اللي كانت مسؤوله عن حالتها ودي اللي هتعرفهم عنها كل حاجه. بس الواد ده بيبدا يتعب من تاني وبيفقد الوعي. تعالوا بقى نروح لمنظمه فاير وبنشوف ريبيكا دي اللي بيتكلموا عنها واللي بيدخل لها اندي كده وبيفضل يتكلم معاها شويه وبيقول لها ما تخافيش وبيحاول يخليها تستخدم قوتها لكنها بتكون خايفه جدا لكنه بيقدر يطمنها. وقوتها عباره عن انها بتتحكم في الحاجات وبتقدر تعكسها. اما الفريق بتاعنا بقى فبنشوفهم في العياده وجون بقوته كده بيشوف مجموعه من المطهرين واللي بيحاولوا انهم يدخلوا المكان. فبياخد بقى كل المتحولين ومايكل المريض ده وبيدخلوا اوضه سريه كده عشان محدش يعرف مكانهم. وكيت بتبص في الكاميرات بتشوف تيلر مع المطهرين دول وده بيضايقها جدا. وبيبداوا بقى المطهرين دول انهم يضربوا في الدكاتره وعايزين يعرفوا منهم هل كان في متحولين هنا ولا لا، بس محدش بيقول لهم حاجه. فبيسمعوا صوت سيرين شرطه وبيجروا فورا من المكان. اما مايكل فبيبصوا عليه بيلاقوا ما قدرش يستحمل التعب ومات. تعالوا بقى نروح للمنظمه وبنشوف ريبيكا كده واللي بتبدا تتدرب وبتستخدم قوتها وبنشوفها بتتحكم في خزنه كده وبتقدر انها تعكسها وبتطلع اللي جواها براها. اما جون فبيجيب بعد كده ريد وبيحاول يخليه يتدرب عشان يتمكن من قوته وفعلا بيبدا يركز كده وبيستخدمها وبيدمر الحاجه اللي قدامه. فبتدخل لهم بعد كده كلاريس وبتعرفهم ان مجموعه المطهرين اقتحموا مكان واحد من المخابئ بتاع المتحولين. فبيقرروا انهم يروحوا عشان يساعدوهم وفعلا بيمشوا من المكان وبيقدروا يوصلوا لهناك وبيكون منهم اطفال ومراهقين وناس كبار في السن. بس ريد بيقف كده وبيبص قدامه بيلاقي محدش فيهم اتاذى. فبيقول لهم ان في حاجه غريبه، دول ما اتصابوش بخدش حتى. فبيفهموا ان ده فخ اصلا. وجون بقوته بيقدر يشوف عربيه المطهرين وهم جايين للمكان ودي بتكون طريقه تايلر اصلا لانه عارفهم هيروحوا فين وكده. بس بيقول للمطهرين انهم ما يأذوش حد وانهم يخلوهم بس يسلموا نفسهم وخلاص لكنهم ما بيسمعوش وبيبداوا يضربوا عليهم قنابل غاز مسيله للدموع واللي بيشمها القوه بتاعته ما بتشتغلش. فبيحاولوا فريقنا يخرجوا من باب تاني بس بيلاقوا المطهرين محاصرين المكان بالكامل. فبيقرر ريد بقى انه يستخدم قوته ويدمر مكان كده قدامه ويعمل نفق عشان يخرجوا منه. وبيخرج المتحول ده عشان يعطلهم بس بيتغربل بالرصاص وبيموت. اما ريد فبيكون دمر الحيطه وعمل مخرج كده وبيخرجوا كلهم منه وبيهربوا من المكان. وعلى جانب تاني بقى بنشوف كيت ولورين واللي بيوصلوا للدكتوره اللي مايكل قال عليها اللي كانت بتتابع حاله ريبيكا وبيفضلوا يسالوها عنها. بس اول ما بتسمع اسمها بتتوتر كده وبتعرفش تعمل ايه وبتقول لهم انها تروح تجيب المذكرات وهترجع. بس لورين بتحس انها هتعمل حاجه وبتروح وراها بتلاقيها بتستخدم التليفون وكانت هتتصل بالشرطه بس بتدمره. والوليه دي بتكون مرعوبه منهم فبتقول لها ما تقلقيش احنا مش هنأذيكي، احنا بس عايزين نعرف شويه معلومات عنها عشان في كوارث هتحصل ولازم نمنعها وناس كتير هتتأذي. فبتوريهم التسجيلات وبنشوفها وهي بتستخدم قوتها وبتموت الناس وبيترعبوا منها وبتعرفهم انها موتت عيلتها كمان بنفس الطريقه. وبعد ما بيعرفوا المعلومات دي بيمشوا فورا من المكان وبيروحوا للمكان اللي هم قاعدين فيه وبيبصوا قدامهم كده بيلاقوا ريد مش عارف يتحكم في قوته ومدمر كل حاجه حواليه. تعالوا بقى نرجع لمنظمه فاير وبنشوف ريفا واللي مجمعه كل المتحولين اللي معاها وبتبدا تقول لهم بقى عمليتهم الجايه وبتحكي لهم عن بنك معين كده في المدينه. البنك ده بيستخدموا الفلوس اللي فيه ضد المتحولين ولازم نسرق كل اللي فيه. وبتقول لهم انهم ما يقتلوش حد والجو ده لاننا مش اشرار في قصه احدهم، احنا بس عايزين ناخد حقنا وخلاص. اما ريد فبنشوفه اللي قاعد تعبان كده ومش عارف يتحكم في قوته وبيقول لهم انهم ينقلوا للمستشفى من بتوع المتحولين بس بيقولوا له لا احنا خايفين لا تتهاجم. وبيجمعوا بقى كل الفريق وبيفكروا في مكان امان بقى يقعدوا فيه لحد ما يتحكم في قوته. فبياخدوه للعياده اللي هي اتدمرت من شويه من المطهرين لانهم عارفين ان محدش هيهجم عليها تاني وبيملوا الاوضه كده بمعدن معين عشان لما يستخدم قوته ما يعرفش يدمره ومحدش من اللي بره يعرف اللي بيحصل جوه. اما الظابط تايلر بقى فبياخدوا الواد اللي معاه ده عشان يقابل صاحب فكره المطهرين اصلا اللي هو الرئيس بتاعهم. واول ما بيقابله بيعرف ان ده مذيع مشهور وبيقول له انا واحد من ضمن المجلس واننا عايزينك بقى تبقى المسؤول عن تدريب الجنود بتوعنا وانك كمان تطلع على وسائل الاعلام وتحرض الناس ضد المتحولين عشان الشعب يبقى معانا. فبيقول له انت عارف معنى ده ايه؟ ان هيحصل حرب اهليه والعالم كله هيتحول لفوضى وكله هيقتل في بعضه. وبيرفض الفكره وبيمشي فورا من قلب المكان. فبيخرج وراه الشخص ده وبيقول له مش دول اللي موتوا بنتك وكمان موتوا عيلتي وده فرصتي
جثتنا عشان ننتقم منهم. اما ريفا بقى وكل المتحولين اللي معاها النهارده بيكون يوم السرقه، وبيروحوا كلهم للبنك، وبتستخدم بقى قوتها وبتصرخ في كل الناس وبتسيطر عليهم، وبيجمعوا بقى كل اللي في المكان وبيحطوهم في اوضه واحده. فبيجي المدير وبيقول لهم ان مفاتيح الخزنه اصلا ما بتبقاش موجوده هنا، وان خزنه البنك مستحيل حد يعرف يفتحها، فمش هتعرفوا تسرقوها وامشوا. فبتقول له ريفا ما تقلقش احنا هنعرف نتصرف معاها، بس احنا اصلا عايزينك في حاجه تانية. وبتخلي ايزي تسيطر عليه وبتصوره، وبتخليه يقول ان البنك بيستخدم الفلوس ضد المتحولين، وبيخليهم يخربوا في البلد وكده، وانه كل الجرائم اللي المتحولين بيعملوها دي احنا اللي بنجبرهم. ولورنا وريبيكا واندي بينزلوا للخزنه، وبتبدا ريبيكا انها تستخدم قوتها عليها، والخزنه فعلا بتكون قويه، بس البنت بتستخدم كامل قوتها. وبره بقى بياخدوا الراجل بتاع الحسابات واللي بيفتح لهم كل حسابات العملاء والفلوس اللي فيها، وبتقدر تخلي نسخه من ايزي تسحب كل الفلوس. وريفا بنشوفها بعد كده بتحبس كل الموظفين وبتقفل عليهم الاوضه. وفي اللحظه دي ريبيكا بنعرف انها مريضه نفسيه وما بتسمعش الكلام ريفا، وبتبدا تستخدم قوتها على كل اللي موجودين في المكان وبتخلص عليهم فورا، وكلهم بيكونوا واقفين مصدومين من اللي حصل ده. اما مرات ريد بقى فبنشوفها بتدور في حاجه معينه كده، في حاجه ابوه، وبتلاقي دكتوره معينه كده كان بيتعامل معاها، فبتقرر تروح لها عشان تساعدهم. وبتروح لريد بعد كده وبتعرفه، والدكتوره دي اسمها مادلين وممكن تعالجك، وانها كانت عامله ابحاث كتير في الموضوع ده. اما لورنا فبتكون متضايقه جدا من ريبيكا بسبب اللي حصل وانها موتت ناس، وبتقول لها المفروض ما تبقيش معانا لان خطر. فبتستخدم قوتها وبتخرج من العربيه وبتجري فورا من المكان. اما ريد فبيروح هو ومراته وبنته لمادلين، واللي اول ما بتشوفه بتعرفه لانها كانت بتتعامل مع ابوه، وبيحكي لها بقى عن قوته واللي بيحصل معاه. فبتقول له انا كنت بعمل ابحاث كتير مع والدك، وانهم قدروا يوصلوا لعلاج كده هيعالج المتحولين بس بشكل مؤقت، والقوه هترجع لهم من تاني. وبتاخد عينه دم من لورين بسبب انهم كانوا بيستخدموا دم جدها في المصل، وهي ورثته منه. اما لورنا فبترجع بعد كده منظمه فاير، وبتكون قلقانه جدا من اللي بيحصل ده، وان الناس كلهم هيتقلبوا على المتحولين، وهي خايفه على بنتها. بس ايزي بتفضل تهديها وبتطمنها، بس بتكون قلقانه كمان من ريبيكا لانهم مش لاقيينها في اي مكان. تعالوا بقى نرجع لريد تاني واللي بيتم حقنه بالعلاج وبيهدى كده مؤقتا. ولورين بنشوفها مع الدكتور ده واللي بيسحب دمها، واللي بيقول لها ان هو متحول هو كمان وبيقدر يعمل اهتزازات في المكان، بس مادلين صنعت له جهاز بيتحكم فيه وبيهديه. وبعد ما بيخلصوا الليله دي بتاخدهم مادلين وبيقعدوا يتعشوا، وبتقول لهم الصندوق الموسيقي ده بتاع جدتك وبتديه له يحتفظ بيه. اما ماركوس بقى فبنشوفه قاعد لوحده كده في البيت، وفجاه النور بيبدا يرعش والباب بيخبط، فبيفتح بيلاقي لورنا ومعاه البنت الصغيره بنته، وبتفضل بقى تتكلم معاه ان العالم دلوقتي مش امان والفوضى عماله تنتشر، واننا لازم نودي بنتنا المكان امان، وانها هتوديها عند عمتها. فبيحاول يقنعها اللي بتعمله ده غلط وانها ترجع معاهم، بس بتقول له لا وبتصمم، وبتقول له انا جايه بس عشان اخليك تشوف بنتك قبل ما تمشي. وفعلا بتمشي من المكان وبتروح لعمتها وبتديها البنت. اما لورين بقى فبنشوفها قاعده مع الدكتور واللي بيقول لها انهم شغالين على علاج هيقضي على الطفره بتاع المتحولين خالص وهيرجعهم بشر ومش هيرجعوا متحولين تاني. ومادلين بتكون عايزه تستخدمه على كل المتحولين في العالم. وعلى جانب تاني بقى بنشوف ريبيكا واللي ماشيه في مكان معين كده، وفجاه بيظهر لها واحد بيظهر وبيختفي تبع ريفا، واللي بيقدر يقبض عليها وبيحبسوها في المنظمه. والسجن اللي هي فيه ده بيكون مليان تكنولوجيا وبيبدا يأذيها عشان ما تستخدمش قوتها. واول ما بيشوفها اندي بيتضايق جدا وشكله معجب بيها، وبيقول للبنت دي خرجوها بس بترفض، وبتقول له قوتها كبيره مفيش سجن عادي هيستحملها وهي خطر علينا اصلا. اما لورين فبتروح لابوها وبتقول له ان مادلين كانت بتستغلنا عشان تاخد عينات من دمنا وتصنع مصل يقضي على قوه المتحولين ولازم نوقفها، واللي بيوافق فورا. اما كلاريس بقى وجون وماركوس فبيكونوا مش فاهمين ليه ريفا سرقت البنك ده بالذات رغم انه مش اكبر بنك في البلد، وبيشوفوا ملف واحد كده كان شغال في البنك ده، فبيروحوا عشان يتكلموا معاه ويسالوه. وفعلا بيروحوا يستنوا قدام البيت كده، واول ما بتشوفوا كلاريس بتفتح بوابه وبتنقله لشنطه عربيه ماركوس، وبيركبوا العربيه وبيخلعوا فورا من قلب المكان وبياخدوه للعياده وبيقعدوه، وبيفضلوا بقى يستجوبوه. بس الشخص ده بيقول لهم انه ما يعرفش حاجه، فبيتعصب جون جدا وبيقول له انه هيخلص عليه لو ما اتكلمش. فبيبدا يقول لهم بقى ان البنك ده بيمول شركه معينه، الشركه دي المسؤوله عن الاطواق اللي بتتحط على المتحولين في السجون وبتمنع قوتهم تشتغل. فبيجيبوا له لابتوب عشان يدخل على سيستم الشركه ويعرفوا بقى المنظمه هتخترق اي مكان فيهم عشان يوقفوهم وكده. وفي منظمه فاير بقى فبتروح سيج بعد كده الريفا وبتقول لها ان في حد دخل على السيستم بتاع الشركه ولو استمر ممكن يعرف خطتنا، فبتقول لها حددي مكانه وبعتي حد يخلص عليه فورا قبل ما يوصل لاي معلومه. اما كلاريس فبتيجي لجون وبتقول له ان الشرطه بتفتش الاماكن اللي حواليهم ولازم نمشي من هنا فورا لاننا في خطر. فبيقول لها مش همشي غير لما اخد المعلومات اللي انا عايزها. فبتقول له براحتك انت اصلا بقيت غريب الفتره دي، وبتمشي هي. فبيروح للشخص ده بس فجاه بيحس بقوته كده بحد موجود في المكان، واللي بيضرب الشخص ده وبيموته، واللي بيكون الواد اللي بيظهر ويختفي تبع ريفا. فبيروحوا وبيفضلوا يتقاتلوا معاه لحد ما بيتمكنوا منه وبياخدوه وبيخلعوا فورا من المكان قبل ما الشرطه توصل. وفي المنظمه بقى بنشوف اندي واللي مش عاجبه اللي بيحصل ده، وبياخد لبس كده وبينزل للمكان اللي محبوسه فيها ريبيكا، وبيستخدم قوته وبيدمر السجن وبيخرج البنت دي وبيقول لها لازم نمشي من هنا قبل ما يعرفوا اللي حصل. وبيركبوا الاسانسير وبيحاولوا يخلعوا لكنها بتضغط على زرار الطابق
الطابق اللي موجود فيه متحولين المنظمه، وبتقول له انها هتطلع وتخلص عليهم ونسيطر احنا على المنظمه. فبيحاول يوقفها وبيقول لها ان ده خطر، بس بتهدده انها تخلص عليه لو وقفها. وبتدخل لهم بعد كده وبتشوفهم ريفا، وبتحاول البنت دي تستخدم قوتها، بس بيضربها اند بقوته وبيطيرها بعيد، لكنها بتخبط في حيطه والبنت بتموت، وده بيصدمه جدا لانه ما كانش عايز يموتها. اما اند وعيلته فبنشوفه داخل المعمل اللي فيه العينات بتاع الدم اللي مادلين هتعمل بها المصل اللي يقضي بيه على قوه الخارقين. وقبل ما يدمره بتدخل مادلين بحراسها وبتقول له انا هنفذ خطتي مهما حصل، وان القوه دي لعنه. وده بيعصب جوا جدا وبيشيل الجهاز منه وبيقول لها انا هوريك اللعنه بجد، وبيقول للورين تخرج هي وعيلتها من هنا، والمكان بيبدا ينهار. اما ريفا فبتبعت بقى فرقتها للشركه اللي بيمولوا البنك دي، وبيدخل اندي بقى بقوته وبيدمر الباب، وبيدخل هو ولورنا للمكان وبيبداوا يدمروا كل الاجهزه وكل السيرفرات اللي موجوده هنا. وفي اللحظه دي كل الاطواق اللي بتمنع قوه المساجين انها تشتغل بتقف، والمساجين بيرجع لهم قوتهم من تاني وبيفضلوا بقى يهربوا من السجون بتاعتهم. اما ماركوس وجون فبنشوفهم قدام المخبأ بتاعهم، وفي اللحظه دي بيجي مجموعه كبيره من المطهرين بالاسلحه بتاعتهم، فبيقول لهم جون يمشوا وهو يعطلهم، وبيحاول بقوته يوقفهم فعلا، بس بيقدروا المره دي انهم يمسكوه. وريد بيعرف الكلام ده هو ومراته، وبتنصدم اول ما بتعرف ده، فبيجروا فورا لماركوس وبيكونوش عارفين يعملوا ايه، وبيكون معاهم الواد اللي بيظهر وبيختفي ده ورابطينه. فبيقرروا بقى يفاوضوا المنظمه وبيكلموا لورنا وبيعرفوها ان الواد ده معاهم وانهم لازم يتقابلوا، واللي بتوافق وبتروح فعلا تقابل ماركوس، وبيطلب منها تعرف المكان اللي خاطفين فيه المطهرين جون، ومقابل ده هيسلم لها الواد اللي معاهم، واللي بتوافق وبتروح تقعد على الاجهزه بتاع المنظمه بقى وبتعرف تحدد مكانهم. وبيدخل عليها اندي وبيسالها بتعمل ايه، فبيقرر يساعد بقى لان جون قبل كده ساعده في البدايه. وتاني يوم بيمشوا من المكان وبيروحوا للمخبأ اللي فيه الفريق بتاعنا، واول ما عيله اندي بيشوفوه بيفرحوا جدا لانهم ما شافوهوش بقالهم فتره، وبيقعدوا بقى يتكلموا، وبتعرفهم لورنا انها جايبه معاها كمان اسلحه كتير هتساعدهم. اما جون فبنشوفه بقى مربوط وبيفضل تيلر يستجوبه وبيقول له انتوا ليه هجمتوا على البنك وخلصتوا على كل الناس اللي هناك، فبيقول له مش احنا، منظمه فاير اللي عملت كده، بس ما بيصدقوش. والفريق بتاعنا بتشوفهم بقى واللي بينطلقوا في طريقهم للمكان اللي فيه جون، وبيفضلوا عيله انتي يتكلموا معاه عشان يرجع معاهم، بس بيرفض وبيسمع لهمش اصلا. وبيوصلوا بقى للمكان وبيدخل شويه من الفريق وبيفضلوا يضربوا الناس دول ويشتتوهم لحد ما كلاريس بتدخل الاثنين دول من البوابه وبيدخلوا جوه المكان. وتيلر لما بيشوف ده بيروح عشان يخلص على جون، بس قبل ما بيموتوا الفريق بيجي، فبيجري من المكان وبيقدروا ينقذوه، بس اثناء ما هم ماشيين واحد بيضرب عليهم نار، بس اند بيفضل يضربه وبيعذبه وبيكون مبسوط من ده جدا، وده بيضايق اهله انه تحول لشخص تاني، بس بيسيبهم وبيمشي. وبعد نجاح المهمه لورنا هي كمان بترجع للمنظمه وبتروح بقى وبتفضل تدرب متحولين جداد انضم ليهم من اللي هربوا من السجن، بس بتروح لريفا وبتقول لها دول مجرمين زي ريبيكا برضه وان اللي بيحصل ده غلط، فبتقول لها طب ما انت دمرت طياره باللي فيها، معنى كده انك مش مجرمه؟ فبتحس قد ايه انها اتحولت فعلا لمجرمه. تعالوا بقى نروح للورين واللي بتكون نايمه كده وبتحلم بجدها وجدتها اللي ما شافتهمش قبل كده، وبتبدا انها تستخدم قوتها وهي نايمه وشبه هتدمر المكان. فبيدخل اهلها وبيهدوها، وماركوس بنشوفه ماشي بعربيته، بس فجاه بيلاقي حد بيتحكم فيها وبيوقفه في مكان كده، واللي بتكون لورنا وبتقول له انها محتاجه مساعده لان ريفا عماله تضم مساجين كتير وان شكلها ناويه على كارثه. فبيمشي من المكان وبيروح لكلاريس وبيعرفها، فبتاخده وبيروحوا المكان المتحولين اللي تحت الارض، وبتقابل كلاريس ايرجو وبتطلب مساعدته انه يعرف خطط ريفا. اما لورين فبنشوفها قدام صندوق الموسيقى بتاع جدها، وفجاه بتلاقي رساله كده فيها بيطلب من اللي بيقراه يكمل مهمته ويخلي العالم مكان امن للمتحولين مش يقضى عليهم زي مادلين. وكلاريس بترجع بعد كده لجون وبتعرفه اللي بيحصل، وفي اللحظه دي بيجي له مكالمه من ايفا، ودي واحده من القاده بتاع المتحولين، وبتقول له جمع كل اللي معاك لان القاده هيعملوا اجتماع وهيشنوا هجوم على منظمه فاير وريفا. فبيفرح جدا ان القاده اخيرا هيتحركوا. اما ماركوس بقى ولورنا فبيروحوا للمكان اللي قال عليه اورج، بس بيبصوا قدامهم كده بيلاقوا الريان صاحب مجموعه المطهرين وريفا، وما بيفهموش ايه العلاقه، مش ده عايز يخلص على المتحولين. فبيرجع بقى لباقي الفريق وبيعرفهم كل اللي شافه ده، ومعاهم بتكون ايفا اللي كلمت جون من شويه واللي بتعرفه انهم لازم بكره يحضروا الاجتماع وانهم يتكلموا مع ايرج عشان يضموه في اللي جاي. اما لورنا فبترجع المنظمه وبتحاول بقى انها تعرف من المتحولين الجداد دول اي معلومه عن المهمه بتاعتهم، بس ريفا بتكون مشدده عليهم ما يتكلموش مع حد. ولورين بنشوفها بتقرا رساله جدها وبتنام، وبتقابل في الحلم اخوها اندي واللي بتقول له يوقف اللي بيعمله، وبتهاجمه بقوتها الجديده عشان تثبت له انها بقت اقوى منه. والبت بتكون قويه لدرجه لما بيقوم من النوم اثار الدم بتبان عليه، فبيدخلوا الثلاثه ايزي دول وبيعرفوا اللي حصل وبيقرروا انهم يسيطروا على اخته من خلال عقله لانها بقت خطر عليهم. اما باقي الفريق بتاعنا تاني يوم بيروحوا الاورج وبيحكوا له اللي حصل وانه لازم ينضم ويحضر الاجتماع بتاع القاده، واللي بيوافق. ولورنا بتشوف الثلاث متحولين رايحين ينفذوا المهمه بتاعتهم، واحد بالغلط كده بيقول انهم هيخلصوا على الروس الكبيره، فبتشك انهم رايحين يخلصوا على قاده المتحولين، وبتكلم ماركوس وبتحكي له ده، وريفا بتعمل كده عشان ما يجتمعوش ضدها. فبيجروا الفريق بتاعنا للاجتماع فورا، واندي بيتكلم بعد كده مع لورنا وبيعرفها ان التوأم عايزين يسيطروا على اخته. اما باقي الفريق فبيوصلوا مكان الاجتماع بس بيكونوا متاخرين والمكان اتفجر بالكامل باللي فيه، وجون بقوته
وبيعرف ان محدش عاش. فبيروح بعد كده ماركوس للورنا وبيعرفها اللي حصل وانهم ما عرفوش ينقذوا حد. فبتعرفوا كمان اللي التوأم ناويين يعملوه مع اندي وهيسيطروا على لورين. فبيرجع باقي الفريق وبيعرفوهم اللي حصل، والفريق كله حالته اتدهورت على الاخر وبقى مقتصر على دول ومش عارفين يعملوا ايه. حتى كلاريس كمان بتكون سابتهم وراحت مع اورج وقررت انها تعيش مع المتحولين اللي تحت الارض وتفكها من المشاكل اللي بتحصل فوق بقى. والفريق بيفضلوا يفكروا ازاي هيعرفوا خطه ريفا الجايه ومستنيين معلومات من لورنا في اي وقت بما انها جوه يعني، واللي بتكون دلوقتي عماله تدرب المتحولين دول واللي قوتهم بتكون كبيره بيقدروا يهدوا اي مبنى في ثواني. فبتعمل انها اتعورت وبتخرج من المكان وبتروح لاوضه واحد منهم عشان تعرف ايه الخطه الجايه، وبتلاقي ورق معين كده بيكون خطير. فبتروح تقابل ماركوس وبتعرفه ان الورق ده فيه مقرات قياده البلد كلها ومنهم بيت الرئيس، وشكلها ناويه تدمرهم كلهم عشان تسيطر على العالم، ودي كارثه لو حصلت. فبيرجع لباقي الفريق وبيعرفهم، واللي بيحاولوا بقى يكلموا اي حد من القاده اللي عايشين اللي ما حضرش الاجتماع ويطلبوا منهم مساعده، بس كلهم بيرفضوا وكل واحد بيكون خايف على شعبه والمجموعه اللي معاه لا يحصل لهم زي اللي حصل للباقيين ويموتوا وبينسحبوا كلهم. وبالليل بنشوف بعد كده ريد واللي قاعد مع عيلته وبيشوف بنته بتشرب قهوه بكميه كبيره، فبيسالها ليه، فبتقول له عشان ما نامش والتوأم يعرفوا يدخلوا جوه عالي ويسيطروا عليا. بس البنت النوم بيغلبها وبتنام على نفسها، فبيجي لها انت في الحلم وبيتكلم معاها، بس بيكون دول التوأم وبيفضلوا يقنعوها انها تيجي المكان ده وتقابل اخوها تاني يوم في الحقيقه يعني، واللي شكلها بتوافق. وتاني يوم بيدخل ريد الاوضه ما بيلاقيهاش وسايبه له رساله مكتوب فيها انها تبعد عن المشاكل وهتعيش في هدوء. فبيجري فورا وبيعرف جون وبيقول له لازم نلاقيها، لان لو المنظمه سيطرت عليها وقوتها اندمجت مع اخوها محدش من اي متحولين هيعرف يوقفهم. فبيخرجوا للشارع وجون بيتتبع اثارها لحد ما بيوصلوا لها، فبيفضل ابوها يطمنها وبيقول لها كل حاجه هتبقى كويسه وبيقدر يرجعها، وبيحينها بعد كده بالعلاج اللي هو بياخده ده عشان يهدي قوتها واللي بتهدى فعلا، وبسبب ده اخوها ما بيحسش بيها والتوأم ما بيعرفوش يوصلوا لها. اما لورنا بقى فبتكلم ماركوس وبتعرفه ان في واحد من المتحولين شاكك فيها، ولو عرف ريفا الكلام ده هتخلي التوأم يدخلوا جوه عقلي ويعرفوا ان انا بساعدك. فبيقول لها اعرفي الشخص ده بيخرج من المنظمه امتى وانا هتصرف. فبتروح له كمبيوتر سيش وبتدخل على السيستم وبتشوف الكاميرات وبتعرف الميعاد وبتبعته لماركوس في رساله، واللي بيروح للمكان اللي فيه الشخص ده وبيكون خارج من سوبر ماركت وبيركب العربيه بتاعته، بس ماركوس بيظهر وبيخلص عليه فورا. وريفا فبيجي لها بعد كده ريان واللي بتطلب منه مهمه جديده، وان في مخابئ متحولين تحت الارض بتاع اورج وانه يبعت المطهرين يخلصوا عليهم. وبيطلع ان فكره المطهرين اصلا بتاعتها والحرب بين البشر والمتحولين من ضمن خطتها. وبتمشي بعد كده وبترجع المنظمه، بس بتعرف ان في متحول مختفي ده اللي قتله ماركوس، فبتجمع اللي في المكان عشان تعرف اي حد عنده معلومات عنه ولا لا. ولورنا بتكون واقفه مرعوبه كده لان اصلا هي السبب في موته، وماركوس بنشوفه قاعد في البيت وقلقان عليها وبيكون عايز يخرجها من المنظمه دي عشان تبقى معاهم في امان. اما ريان فبنشوفه اللي جايب تايلر وبيعرفه على مدينه المتحولين اللي تحت الارض، وبيحور بقى وبيقول ان في جيش كامل تحت الارض وان معاهم اسلحه خطيره وكده وانهم بيخططوا يسيطروا على العالم ولازم يخلص عليهم. اما اورج واللي معاه فبقوتهم بيعرفوا ان المطهرين جايين فبيستعدوا بقى عشان يواجهوهم، وبيعرف ارجي كلاريس انها تفتح بوابه وتخرج الاطفال وكبار السن عشان ما يتاذوش. فبترن على ماركوس وجون وبتعرفهم وبتطلب مساعده، وهم كمان بيرنوا على ريد وتايلر بقى واللي معاه بيوصلوا للمكان، ورجاله اورج بيفضلوا يظهروا ويختفوا ويحاولوا يرعبوهم كده عشان يمشوا. وكلاريس بتكون خرجت مجموعه من المتحولين الصغار والكبار في السن، وماركوس وجون بره بياخدوهم وبيودوهم لمكان امان، وتايلر وجنوده بينسحبوا. فبيروح واحد من المتحولين يتاكد بس بينضرب على قنبله وبيموت، وبيفضلوا يخلصوا على عدد كبير من المتحولين وبيطلع ان ده كان فخ. فبيحاول اورج واللي معاه انهم يقفلوا المداخل، والثلاثه التوأم دول بيروحوا الريفا وبيعرفوها ان المتحول اللي كانوا بيدوروا عليه واختفى ده مات، وان في حد بلغ عن مكانه ودخل على اجهزه المراقبه هنا. فبتقول لهم يعرفوا مين الخاين ويخلصوا عليه. ولورنا بتكون قاعده مرعوبه في اوضتها، فبيخبط عليها الباب واللي بيطلع ايدي وبيقول لها ان الجاسوس طلع ساجي لان اللي شاف الكاميرات كان من جهازها وخلصوا عليها. اما ريد وعيلته فبيكونوا لسه بيخرجوا الناس من المخابئ، وكلاريس بتفتح بوابه عشان تخرج اخر مجموعه، بس بيظهر تيلر وجنوده وبيفضلوا يضربوا عليهم نار والبوابه بتقفل. فبيحاولوا شويه من المتحولين انهم يتعاملوا معاهم، وفي اللحظه دي كلاريس بتفتح البوابه تاني وبتبدا تخرج الناس، لكن تايلر بيفضل يخلص على كل المتحولين واحد ورا التاني لحد ما بيفضلش غير اورج بس. فبتفتح كلاريس البوابه وبتخرجه، وقبل ما تعدي بيضربها تيلر بطلقه وبيموتها، والفريق لما بيشوف ده بينصدموا. فبيبص تايلر كده في المكان بيلاقي لعب اطفال، فبيفهم انه اتضحك عليه وان المكان كان مليان اطفال اصلا مش جيش وبيخططوا يسيطروا على العالم والجو ده. اما كيتي بقى وبنتها اثناء ما هي ماشيه كده بيهجموا عليها الشرطه وبيفضلوا يطاردوها، فبينزلوا في مكان وبيجروا، وبتوصل هي بنتها المكان كده بيستخبوا فيه. اما ريد وماركوس فبيبصوا لجون كده بيلاقيه عمال يضرب في الحيطه وعايز يفتح المكان ويوصل لكلاريس باي طريقه، وبيكونش مصدق انها ماتت. والواد اللي هو من المطهرين ده بيظهر لريد وكان هيخلص عليه، بس بيتعصب وقوته بيدمر السلاح وبيخلص عليه، وبيروح لماركوس وجون وبيعرفهم ان المطهرين هنا وبيخلعوا من المكان. وبالليل بنشوف ريفا والفريق بتاعها واللي بيروحوا المكان كده وبينزلوا منه تحت الارض، وبتكون بتخطط لخطه جديده وناويه تستخدم
الانفاق بقى في خطتها وتدمر مباني معينه منهم مباني المراقبه بتاع الامن عشان تنفذ خططها من غير ما حد يعرف. وكده وبنتها فبيبصوا قدامهم بيلاقوا الشرطه ماليه المكان، والبت وامها بيترعبوا وبتحاول انها تستخدم قوتها، بس المصل اللي اخدته ما بتكونش عارفه منه، وامها بتطمنها وبتقول لها ما تقلقيش. اما ريد وماركوس وجون فبيكونوا قاعدين كده حاسين بالخذلان ومش عارفين يعملوا ايه، وفجاه بيسمعوا في اجهزه الشرطه انهم بيطاردوا كيت وبنتها، فبيمشوا من المكان وبيروحوا عشان يلحقوها قبل ما يحصل لها حاجه. واللي بنشوف كيت كده ماسكه مسدس وعماله تتعامل مع الشرطه وهم بيتعاملوا معاها، لكن رصاصها بيخلص ومش عارفه تعمل ايه، فبتقرر تطلع تعطلهم شويه لحد ما بنتها تهرب، بس بتقول لها لا هتموتي. ومن كتر العصبيه قوه البت بترجع لها، وابوها كمان وماركوس وجون بيكونوا وصلوا، وبيستخدم ابوها قوته وبيدمر الحيطه وبيقدر انه يخرجهم من المكان، وبياخدهم وبيركبوا العربيه بتاعتهم وبيخلعوا فورا من قلب المكان وبيروحوا المخبأ اللي قاعدين فيه. اما لورنا بقى فبتقرر تلم حاجتها وتمشي من المنظمه لانها خايفه على حياتها، وقبل ما تمشي بتروح لاندي وبتقول له ان يجي معاها، لانه كل الكوارث اللي بتحصل في البلد دي سببها ريفا اصلا، وعايزه تسيطر على العالم كله، والمطهرين دول اصلا تبعها. وايدي ما بيكونش مصدق بس بتحاول تقنعه بكل الطرق وبتقول له لازم نرجع لفريقنا القديم، دول منهم اهلك اللي هيخافوا عليك، بس هو بيكون خايف يرجع اصلا لانه فاكر ان نظره اهله اتغيرت. فبتكلم بعد كده لورنا والده، واللي بيفضل يكلمه ويطمنه وبيفضل يهديه كده وانهم محتاجينه، فبيسمع له فعلا، وبتاخده بعد كده وبيمشوا من قلب المكان وبيرجعوا للبيت اللي مستخبي فيه عيلته وباقي الفريق، وبيتجمع بقى الفريق القديم من تاني. اما الثلاثه التوأم دول فبيروحوا الريفه وبيحكوا لها ان اندي ولورنا مش موجودين هنا ولا في اي مكان خالص، فبتقول لهم مش مهم بيهم او من غيرهم الخطه لازم تمشي ومش هسمح لاي غلط انه يحصل. اما الفريق بتاعنا بقى فبيتجمعوا وبتعرفهم لورنا اننا لازم نوقف المنظمه دي ونهجم عليهم حالا قبل ما يدمروا برج المراقبه ومقرات القياده في البلد، وبتقول لهم لازم نستخدم قوه اندي واخته ويفجروا مبنى المنظمه خالص باللي فيه عشان نرتاح منهم، فبيوافقوا الاثنين دول. اما في المنظمه بقى فبنشوف ريفا واللي مجمعه كل جنودها وبتفضل بقى تفكر كده وتستنتج ان ممكن يهجموا عليها فعلا، فبترن على راين وبتعرفه انه يبعت كل المطهرين للمكان اللي موجود فيه الفريق بتاعنا ويخلصوا عليهم كلهم لانها مش هتسمح لحد انه يبوظ خطتها. وتاني يوم بتشوف بعد كده الفريق بتاعنا وبيسمع جو حاجه غريبه كده بتقرب منهم، فبيبصوا قدامهم بيلاقوا عدد كبير جدا من المطهرين جايين المكان عشان يخلصوا عليهم، واللي بيكونوا بقياده تيلر، وبيرن رئيس المطهرين على تيلر، والمفاجاه انه بيكون بعد الشرطه عنهم لحد ما يخلصوا مهمتهم، وبتكون الشرطه معاهم وبيقول لهم براحتكم غربلوهم. فبيبص اندي ولورين عليهم من الشباك وبيكونوا عايزين يستخدموا قوتهم، بس في اللحظه دي بيظهروا قدامهم التوأم والواد اللي بيختفي ده وبيبداوا يستخدموا قوتهم عليهم عشان يسيطروا عليهم. وبعد شويه بيجي ريد ومراته بيبصوا بيلاقوا الشقه متبهدله واولادهم مش موجودين في المكان خالص، واللي بيكونوا سيطروا فعلا عليهم التوأم خلاص واخدوهم لمكان كده نفق تحت الارض، وبيكلموا ريفا وبيعرفوها انهم معاهم خلاص، وبتكون خطتها اصلا انها تستخدم الاثنين دول عشان تدمر المبنى بتاع المراقبه. فبيجوا بعد كده الفريق وبيعرفوا ان التوأم هم اللي خطفوهم وبيفهموا انهم هيستخدموهم عشان يدمروا المبنى، وبيكونوا عايزين يخرجوا عشان ينقذوهم، بس المطهرين بيكونوا محاصرين المكان بالكامل. فبيقول لهم جون انا هتصرف، وبيقرر يخرج عشان يعطلهم شويه لحد ما باقي الفريق يخلع، وفعلا بيطلع وبيروح وبيفضل يتقاتل مع المطهرين دول، والرصاص بتاعهم ما بيكونش بيأثر فيه خالص، والواد بقى بيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني. وفي اللحظه دي الفريق بتاعنا بيركبوا عربيه وبيخلعوا فورا من قلب المكان، وجون هو كمان لما بيشوفهم بيخلع فورا من المكان، بس بيكون اتصاب اصابات كتيره ومش قادر يتحرك لحد ما بيقع على الارض. وبيجي له بعد كده ايرج واللي بيقول له قوم لسه قدامنا مشوار طويل. وفي اللحظه دي بيهجم عليهم مجموعه كبيره من المطهرين، فبيستخدم ايرج قوته وبيفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني، وجون بيروح لتايلر وبيفضل يطحن فيه على الاخر بسبب انه قتل كلاريس. اما التوأم بقى فبياخدوا اندي ولورين وبيروحوا قدام المبنى بتاع المراقبه وبيخلوهم الاثنين يدمجوا قوتهم مع بعض، وفي ثواني كده بيقدروا انهم يدمروا المبنى. وفي اللحظه دي بيجي بقى الفريق بتوعنا وبيدخلوا قدام التوأم دول، وبتفضل لورنا تتكلم مع ايزي وبتقول لها انها مش زي اخواتها ولا الباقيين وانها تحاول تنضم ليهم لان اللي بيحصل ده غلط، وبتفضل تلعب على العاطفه بتاعتها وانها فيها حاجه كويسه. فبيحاولوا اخواتها انهم يهاجموها بس ماركوس بيخلص عليهم، وبيقدروا انهم ياخدوا اندي ولورين وبيخلعوا فورا من المكان قبل ما المطهرين والشرطه يوصلوا، وبيرجعوا بقى للمخبأ اللي قاعدين فيه. وبعد ما بيهدوا شويه بيروحوا كلهم للمبنى اللي فيه المنظمه، بس في اللحظه دي المتحولين بتوع ريفا بيشوفوهم وبيفضلوا يهاجموهم، وحرفيا قوتهم بتكون كبيره جدا ومعاهم كمان اسلحه، والفريق مش عارف يتعامل معاهم خالص. والواد اللي بيظهر وبيختفي ده بتديله كيت طلع وبتخلص عليه فورا وبترتاح منه. وريد بنشوفه بعد كده واللي بيتكلم مع زوجته وشبه كده بيودعها وبيقول لها انه هيطلع فوق لوحده وهيتصرف مع ريفا وانه هيستخدم قوته وشكله كده هيفجر نفسه زي ما والد عمل قبل كده، وهي ما بتكونش عايزاه يمشي بس بيصمم وبيسيبها وبيخلع فورا من المكان، وبيركب الاسانسير بقى وبيوصل للطابق اللي موجوده فيه ريفا وبيدخل لها. واول ما بتشوفه بتستخدم الصرخات بتاعتها وبتحاول انها تخلص عليه، بس ده بيجيب نتيجه عكسيه معاه لان قوته بالشكل ده بتبدا تظهر اكتر، وده بيحصل فعلا وبيبدا ينور كده وبتطلع منه طاقه كبيره بتفجر ريفا وبتدمر المكان بالكامل بكل
المتحولين اللي فيه، وبكده خطه ريفا بتقف وكل اللي معاها بيموتوا. وبعد شويه وقت بنشوف بعد كده ماركوس ولورنا واللي بيكون معاهم بنتهم بعد ما الدنيا بقت امان وهدى، وقرروا بقى انهم يعيشوا حياه هاديه بعيده عن كل النوش اللي بيحصل ده. وايزي كمان بتسيطر على رئيس المطهرين وبتخليه يقول في الاعلام ان هو اللي كان بيتحكم في المطهرين وكان بيتعاون مع ريفا وهو سبب الحروب اللي كانت بتحصل دي كلها، وان باقي المتحولين مالهمش ذنب. ولما الناس والاعلام بيعرفوا ده الحكومه بتلغي القوانين اللي حطتها ضد المتحولين واللي بتسمح لهم بقى انهم يعيشوا بامان وسط الناس دلوقتي. ودي كانت نهايه حكايتنا. قولوا لنا في التعليقات حابين نلخص لكم افلام او مسلسلات ايه الفتره الجايه، واشوفكم الفيديو الجاي.